كنت عايز اوريكم هنا محطه مترو كبيره قوي 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 شغالين عليها دلوقتي. هي يعتبر جنب البيت عندي، ودي من اكبر المحطات اللي هتبقى يعتبر قريبه مني، من اكبر المحطات اللي هم شغالين عليها دلوقتي. دي محطه رئيسيه وشكلها هتبقى تحفه التحفه. انا بصراحه ما اعرفش اسمها ايه، يعني الاسم بتاعها ايه المحطه دي، ولكن هوريها لكم. بصوا ده شكل المحطه وهم شغالين عليها. طبعا هي ما شاء الله من ورا قصه ثانيه، من ورا حكايه ثانيه، فهم شغالين عليها دلوقتي وخلاص يعني بيشطبوا فيها وبتاع. طبعا هنا الشركات بتاعت المقاولات في السعوديه كلها شركات خاصه، ولكن تحت اداره الحكومه وتحت اشراف الحكومه، فما فيش حد هنا بيعمل اي حاجه الا باشراف الحكومه. ما حدش هنا بيخترع من دماغه او ما حدش بيعمل حاجه من دماغه، كله تحت اشراف الدوله. فهي شركات خاصه بس تحت اشراف الدوله بس. فطبعا انا عملت لكم في فيديو عن المترو قبل كده، وشفت المترو كان شكله ازاي. على فكره المترو اتطور يا جماعه، المترو اتطور. العربيتين اللي انا صورتهم قبل كده بقوا ما شاء الله 3 أو 4. ان انا ركبت المترو من فتره صغيره، رحت مكان كده فلقيت المترو اتغير اتحدث. ف في تطور جامد، في تطور جامد. يعني كل يوم هنا بتلاقي جديد، كل يوم هنا بتلاقي جديد. فاللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، اللهم صل على النبي، اللهم لا حسد. فربنا يزيدكم يا رب من نعيمه، ربنا يزيدكم يا رب من نعيمه، ويزيد البلد دي كرم على كرمها وخير على خيرها يا رب. السلام عليكم.